بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم. سلام البنات، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد اللي نتمنى انها تنال اعجابكم. اليوم جيتكم بواحد القهوة التركية. اللي يحبوا القهوة، كاين بزاف انه ناس كي تولي هكذا الحال يبدا يبرد يحبوا يشربوا القهوة، يعني قهوة كحلة. وكاين اللي يحبوا يشربوها بالرغوه مي ما يعرفوش كيفاش يديروها. وكاين بزاف اللي يحبوا هذيك القهوه التركيه يتشهاوها. انا وحده نتشهاها سورتو دوكا كي وليت نشرب ما بين قهوه كحله ولاتاي. زعما دوك نقصت شويه في لاتاي نشرب قهوه كحله ولاتاي. هنايا كيفاش باش تخرج لكم هذه القهوه التركيه؟ غير في البخاس هذا ما كان واش ديروا، تحكموا البخاس تاعكم. ولازم تكون عندكم نوعيه تاع القهوه، يعني النوعيه تكون بنينه. كاين شحال من انواع من القهوه، يعني اختاروا كاش نوع يكون بنين. هنا ديروا الكميه تاع الماء شحال تحبوا نتوما. انا درت قيس دو بيرسون، يعني زوج عباد. نتوما ديروا شحال تحبوا. هنايا واش نديروا بعد كي نحطوا كي نحطوا هذيك الصفايه تاع القهوه، نبداو نعمروا في القهوه تاعنا. هنا انا وحده راني حنديرها ثقيله، زعما القهوه تاعي هنا راني حبتها ثقيله. على ديك يعني نزيرها نضغط عليها كي نكون نحط في القهوه، نبدا هكذاك نضغط عليها باش تجيني القهوه ثقيله كيما اللي تتباع برا. وانتوما ديروها كيما تحبوا تشربوها، تحبوها شويه خفيفه تحبوها ثقيله، كل واحد وكيفه. برك هديه شوفوا، هذه القهوه فيها واحد الريحه اون ديغي با انكم راكم تشربوا في قهوه بخاص. تحسبوها صح تاع برا ولا ديك القهوه التركيه اللي مولفين يشربوا القهوه التركيه، اون ديغي راكم تشربوا فيها. ما تبانش كامل راكم دايرين، ما تبانش كامل باللي مخدومه في البخاس. هنايا نورمال تخدموا البخاس تاعكم عادي كيما مولفين تخدموها. وباش تخرج لكم هذيك الرغوه راهي هنا قبل ما نبداو ندخلوها الطيب. هنا واش ديروا؟ هنا تحكموا، قلت لكم انا تسقيس دو بيرسون وحنا القهوه تاعنا نشربوها حلوه. ديروا هنا الكميه نتاع السكر على قد القهوه اللي درتوها، يعني تسكروها في البخاس قبل ما تدخلوها، قبل ما تدوها الطيب. هنا واش ندير؟ درت انا الكميه نتاع السكر اللي نحتاجها. وهنايا شوفوا تحطوها فوق النار. شنو راني وريت لكم وين هذيك الفتحه تاع الداخل وين تاع هذيك البخاس. شوفوا هذيك تعسوها، يتسمى دوك. تشوفوا انا ما كوبيت لكم حتى مقطع. دونك انا هنا في هذه المرحله نبقى نعس فيها. هنا كي تحطوا البخاس تاعكم فوق النار تبداو تعسوا فيها جوست ما تبدا هكذا تطلع، تنحوها على النار وتبداو تخلطوا فيها بالمغرفه حتى وين يذوب لكم كامل هذاك السكر. ما تخلوهاش تطلع لكم بزاف، بس كي طلعت لكم القهوه بزاف ولا لكم هذاك السكر خفيف ماهيش راح تخرج لكم هذيك الرغوه. يتسمى غير تشوفوا في هذيك التقبال تبداو تعسوا فيها، تشوفوها بدات تطلع تنحوها من النار. مع اللي تنحوها تعاود تزيد تخرج لكم هذيك شويه وتبداو تحركوا فيها حتى وين يبيض الخليط تاعكم. اناكم الكاميرا ما بانت باللي ما بانت لكمش برك باللي راهي بيضه. هنا يبدا الخليط تاعكم يبيض، يعني اللي يكون من نوار يبدا يتكلاخسا في الماغون حتى يهبط لكم حتى الباج. وانتم يعني هنا على قد الرغوه اللي تحبوها. قد ما يتكلاخسا اللون تاعكم قد ما يعطيكم رغوه بزاف. هنا واش ديروا؟ تعاود بعد ما نخلطوا هذاك السكر ويتكلاخسا اللون تاعو نعاودوا نردوها فوق النار. وهي راهي تطلع دائما على نار قليله، راكم تخلطوا فيها ومامتو هي راهي تطلع. وشوفوا لي هذيك الرغوه اللي تطلع معاها. قلت لكم قهوه تركيه صح، قهوه تركيه فيها واحد البنه ما نحكي لكمش. هذو ما كاين قلت لكم في الديبي بزاف ناس اللي يحبوا القهوه كحله في الشتاء، منهم ماما. يعني ماما لو كانت تجربها اكيد ماكش راح تستغني عليها. ما تقولي لي ما تقولي لي لا باغاي تاع والو. هاديه راهي رايحه تخليك تنسي كامل القهاوي. شوفوا صح راكم رايحين تتبنوا قهوه صح، راح تجيكم فيها واحد البنه خياليه، بنه بزاف هايله. قهوه وبنينه، واش معناتها قهوه وبنينه؟ نتمنى انكم تجربوها وقولوا لي كيفاش خرجت لكم في التعليقات. شوفوا كيفاش تجي هذيك العموس. قلت لكم يعني قد ما تحبوا نتوما ديروا لاموس قد ما يتكلاخسا اللون تاع السكر والقهوه قد ما راهو رايح يعطيكم هذيك الرغوه الفوقانيه. شحال تحبوا نتوما شحال ديروها. هنايا شوفوا كيفاش جات. قلت لكم انا درت قيس دو بيرسون يعني زوج عباد، وانتوما ديروا كيما تحبوا. كانت هذه الطريقه اللي كنت حابه نبارطاجيها معكم تاع كافي نوار اللي نكون شهيتها في الجنه اللي تحب القهوه كحله. انا شوفوا بعد ما كنت نقص في لاتاي بديت ننظر بزاف، بديت نقص في لاتاي سيت نشرب قهوه حليب ما قدرش. بديت اخترع قهوه كحله واخترعت نشرب يعني لاتاي كل خطره كيفاه. هنايا البنات نقول لكم ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه الطريقه تاع القهوه التركيه. ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها وقولوا لي في التعليقات كيفاش خرجت لكم. وهنا نجي واحده اخرى جست انايا ندير العشاء.
هنايا العشاء وشنو هنا كيما راكم تشوفوا المركز. شوفوا انا المركز نحيت له كامل هذيك لاباط اللي تجي لداخل، يعني هذاك المصران نحيه الفوقاني. شوفوا كيفاش راني انفيدي فيه. هنايا نتوما تستعملوا واش تحبوا. انا كان عندي المركز، كنت شوفوا كيفاش كنت خدمت واش قدرت انه نخدم به. وكانت عندي الباذنجان، يعني واش كان عندي واش استعملت. ما كان عندي لا بلون بولي لا فيونداشي. هنايا كان عندي غير المرقاز، نحيت هذاك المصران تاعو وجيت نخدم هذا المرقاز. في هذه المرحله شوفوا البنات، هناني حندير الباذنجان يعني حنديرها في الفوق ونكومبانيها مع الرز بالشعيريه. هنا الحاجه الاولى اللي نديروها هي لافاكس اللي حنديروها في الباذنجان، اللي هي واش درت. درت حبيبه نتاع البصل، هذا الفلفل الحلو اللي كنت قطعته معاكم ووجدته خطره من قبل، وهذاك الفلفل الحلو هذاك الكونجولي اللي كنت لكم شايفين كما درنا العوله تاع الشتا، كنت طحناه، يعني خدمناه وطحناه وقلت لكم ديروا في الكونجيلاتور تحتاجوه. هنايا دوك انا درت الفلفل الحلو هذاك اللي مرابي واللي مطحون عفوا، ودرت حوالي راس تاع فلفل حمر وخضر، ودرت زوج فصوص نتاع الثوم، حبه كبيره نتاع البصل، ودرت هذاك المرقاز اللي شتوني كيفاش كنت افتحته. وهنايا نبداو نديرو في لي زيبيس ولا نبداو نتبلوا الحشو نتاعنا. هنا واش ندير انا مانيش حنستعمل بزاف لي زيبيس. انا درت كميه شويه نتاع الملح غير على جال هذوك الخضره اللي درتها، باسكو على كما نعرفوا انه المرقاز فيه لي زيبيس. هنا انا واش درت كميه قليله نتاع فلفل عكري الحلو، شويه كمون وشويه نتاع راس الحانوت. هذا واش استعملت باسكو قلت لكم تبلت غير على جال هذوك البصل والفلفل اللي كنت درتها. فوالا هنا يتحطوهم فوق النار. وما تنساوش انا كان المقطع راح لي ديروا شويه نتاع لا طوماط كونسونطري، غير فاس صغيره نتاع لا طوماط كونسونطري، وتبداو تخلطوا فيه هكذا بهذه الطريقه حتى وين يتقلل لكم كامل المليح. حتى برك انه شوفوا المرقاز مش كيما الفيونداشي. المرقاز جوست ما تحطوه في النار يبدا يسخن تبداو تحلوا فيه. انا شتوني ما درتش الزيت باسكو المرقاز هو فيه لي الزيت. هنا واش ديروا غير تحطوه في النار تاعكم تبداو تحلوا فيه، باسكو الا فاتحكم روحو هكذاك ماهوش راح يتفتح معاكم. ديروا له واش ديروا له ما يتفتحش معاكم، يسمى نتوما جوست ما تحطوه على النار تعاود تبداو تحلوا فيه. وهنايا نخلو حتى وين نطيب هذاك الخليط تاعنا مليح، قلو كامل مليح. شوفوا قلت لكم بليزيوغ فوا يعني البنه راهي في تقليه. هنايا كنت درت نص كاس نتاع الماء، كنت مرقت باش يطيب لي هذاك البصل وهذاك الفلفل الحلو اللي كنت درتو. شوفوا النار شحال راهي قليله، يعني ما تقويولوش النار وهكا وخلوه يطيب في عقله. باسكو شتو كنت درت انايا نص كاس نتاع الماء، راح تكون كافيه باش هذاك البصل وهذاك الفيونداشي يطيب. وهنا نجو الباذنجان تاعنا. هنا الباذنجان تاعنا واش نديروا لها باش طيب لنا بيضه ما تكحالناش. واش نديروا نحكموا لنا الماء عادي قبل ما تنقوا الباذنجان. هنا ديروا الماء والملح، حلوا هذاك الملح ديروا قد ما تحبوا، ديروا الملح كميه كبيره نورمال، ديروا الملح. وانا كنت نقيت الباذنجان وجوست ما نقيها نبداو نقطعوا فيها هكذا ونحطوها في الماء هكذا. علاش؟ باش ما تكحالش معانا حنا، باش كي تقليوها الباذنجان تاعكم تقعد لكم هكذاك بيضه، يعني ما يشرحها تجيكم كحله. فوالا علاش دوك هذاك الماء والملح، هذاك الملح راهو يابسوربي لكم كامل هذيك الكحوليه. دوك تشوفوا مع لافان كي نكمل نوري لكم الماء كيفاش يولي كحل، مي بصح الباذنجان تقعد على حالها. هنا ديروا نتوما الكميه اللي تحبوها تاع الباذنجان. من الاحسن ان تكون عندكم كميه كبيره تاع الباذنجان. ترى نوش درت انايا شويه تاع الزيت في مقله وبديت نقلي في الباذنجان تاعي. تحبوا تدخلوها الفوق تشويوها وتقليوها في الفوق، ولا تحبوا ديروا كيما انا غير في المقله. شوفوا هنايا بعد ما كنت نحيت كامل الباذنجان، شوفوا اللون كيفاش يولي. مي بصح الباذنجان تاعكم ما يشحر تكحال لكم، تقعد لكم على حالها. هنا شوفوا كي تقلى راهي رايحه تقعد لكم هكذاك بيضه. قلت لكم ما يشرحها تخسر، يعني ما يشرحها تكحال لكم. هذه هي الطريقه باش الباذنجان تاعكم ما تكحالش. وهنايا شوفوا البنات، هنا كنت نشفتو كامل من الماء، يعني خليت فيه كميه قليله كما نقولوا عقدته. فوالا هذه هي الكلمه عقدته. يعني علاش؟ باسكو انا نحتاج شويه هذيك لاصوص، معليش باش الباذنجان تاعي ما تجينيش ناشفه. انا الباذنجان تاعي كيما شفتوني كنت حطيتها على بابي ابسوربون باش يشرب لي كامل هذيك الزيت. ونبدا نستف هنا نسي انه نقيس الحبيبات تاع الباذنجان تاعي باش يجوني قد واحد ما تجيش معوجين. هنا وجدت نحكم الحبه تاع الباذنجان، حطيت فيها شويه من هذاك الحشو اللي كنا حضرناه كيف وزدت طبقه واحده اخرى نتاع الباذنجان، وثانيك زدت درت عليها طبقه واحده اخرى الحشو. فوالا راكم تشوفوا الطريقه كيفاه.
وهنايا هكا بهاد الطريقه. يعني شوفوا راهي الطريقه سهله، شوف ومامتو يعني الشكل نتاعها يجي بزاف هايل. هنا شوفوا ديروا شحال تحبوا وعلى قياس الباذنجان. انا راكم الباذنجان تاعي ماشي كبيره، سي بوغ سا ما نقدرش انه نعلي حتى 4 باسكو راهي راح طيح باسكو الباذنجان تاعي صغيره. سما درت انا هنايا 3 طبقات نتاع الباذنجان، 3 طبقات نتاع الحشو، طبقه اخيره اللي نديرها هي الفرomاج، يعني فرomاج رابي. وانتم ديروا واش تحبوا واش يكون متواجد عندكم، اي نوعيه تحبوها انتم. انا نزيد حبه واحده اخرى امامكم. شوفوا كيفاش يعني الطريقه راهي سهله والفيديو راهو امامته موضح. هنا كي ترفدوا شوفوا انا راني نسيي نرفد من الفوق، مانيش حابه نرفد هذيك الزيت تاع المرقاز اللي تلقاها لي. سيو انكم كيفاش ما ديروش الزيت تاع المرقاز فوق الباذنجان تاعكم. كيما نعرفوا انه الباذنجان ديجا هي مزيته وزيد طلق لكم الزيت تاع المرقاز، راكم عارفين كيفاش راكم رايحين تولوا في كارثه نتاع دهون. سي بوغ سا لازم ما ترفدوهاش هذيك الزيت اللي تتصفى كي تحطوا التبسي، كي تحطوا الحشو تاعكم في التبسي. سيو انكم ما ترفدوش هذيك الزيت اللي تكون فيه. وهنايا انا ثاني قلت لكم الباذنجان ديروها في بابي ابسوربون باش تشرب لكم كامله هذيك الزيت. وإلا حبيتوا اقليوها بالفارينه، انا نفضل انه نقليها هكذا، ما نفضلش انه نقليها بالفارينه. وهنا كملتهم انا كامل بنفس الطريقه ودخلتهم للفوق يطيبوا. هذوما الحبيبات صغار ما نقدرش انه ندير وحده فوق وحده باسكو ما يجوش قد يعني ما يجوش قد واحد. دخلتهم للفوق يطيبوا قسمي تقراتينا كما نقولوا، يذوب لنا برك هذاك الفرماج. وهنايا جست نوجد انايا الرز اللي حنكومبانيه مع هذا الباذنجان، رز بشعيريه. هنا واش درت كيما شفتوني مغرفه نتاع الزبده ودرت عليها كميه نتاع الزيت. وهنايا درت فنجال تاع لاتاي درتو فيرميسال اللي هي شعريه، يعني الفيرميسال عادي اي نوعيه تحبوها. تبداو تحمصوا فيها حتى يولي اللون تاعها هكذا دوغي. تجيبوا كيله نتاع الرز اللي تكونوا شللتوه خليتوه يقطر لكم من الماء وتفرغوها على هذاك الشعيريه اللي كنا حمصناها وتبداو تحمصوا تاني في هذاك الرز هكا بهذه الطريقه. انا هذا الرز ديجاني بارطاجيته معكم من قبل وشفتوا شحال راهو رايح يجيكم بنين. هنا واش درت انا هنايا كميه نتاع الملح بيان سور باش ما يجينيش الرز تاعي صامت. ودرت هنايا راس الحانوت اللي ثاني راهو رايح يعطيكم بنا للرز نتاعكم. ودرت له كميه نتاع الكركم على جال اللون وشويه نتاع زنجبيل ولا فلفل الكحل هذاك اللي يجي ابيض كيما تحبوا نتوما. هذا ما كان ما تكثرولوش برك لي زيبيس. انا الكركم درتو على جال اللون تاعو باش يجيني شويه صفر. ودرت له راس الحانوت على جال البنه، شتوني ما درتش لي زيبيس كامل. ومن بعد هنا تحكموا فص نتاع الثوم وتحلوه في النص، يعني شتوني كيفاش فتحته انا من الفوق فتحته على 4 ما تقسموش كامل حتى لتحت. ودرتو هكذا كيطيب ما ترابيوه ما والو. وعلاش باسكو انا مانيش حابه هذيك البنه تاع الثوم اللي تجي قاطعه، اني حابه هذيك البنه اللي تجي بنينه في الرز. هذا ما كان. ومن بعد هنا شوفوا هنا كان الشكل تاعو النهائي. كنت درت معاه شويه نتاع شلاضه، يعني واش كان متواجد عندكم نتوما ديروا. يعني مي هذيك الباذنجان شوفوا هي البنات جات فيها واحد البنه واش نقول لكم جات بزاف هايله. ومامتو يعني راهي حاجه خفيفه وتبدلوا تاني لولادكم شويه، يعني ومامتو شتوها كيفاش تجي سهله ما يشرحها تدي لكم الوقت، يعني تمتم توجدوها وتدخلوها للفوق. نشوفوا كيفاش جات. هذاك الروز تاني جا بزاف بنين، جا هايل. ديجا قلت لكم بارطاجيته معكم من قبل. شتو هذيك البنه اللي تجي فيها هذيك شعيريه راهي رايحه تعطيلو حلاوه، يعني يجي بزاف هايل. هنا انايا كنت ما قلت لكمش بلي كي درت الرز كنت بعد ما حمصت كلش كنت كي عبرت عليه 2 كيلاس نتاع الماء. 2 كيلاس نتاع الماء بالكيله نتاع الرز ونقصوا النار ابتيفو ونخلوه يطيب. شوفوا كيفاش جا هنايا من الداخل، يعني يجوا الطبقات هذوك باينين. والرز هذاك شوف كيفاش يجي مزربع ما يجيكمش كامل معجن. هنايا لحقنا لافان تاع لا فيديو تاعنا نهار اليوم. نقول لكم ان شاء الله يكونوا عجبوكم الوصفات اللي جبتهم لكم نهار اليوم. ولا عجبوكم ما تنساونيش بالجيم وكومونتير وبيان سور البارطاج. تهلاو في روحتكم تهلاو في صحتكم. تلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله. سلام.